الرجوع لربنا بعد معاصي كتير وبعد حاجات كتير غلط بيكون طعمه حلو قوي. وما كنتش اعرف ان الحياة مع ربنا حلوة قوي كده. اسمي ليلى. في شغلي بيقولوا لي ليالي. كنت شغالة في مالها ليلي. آه، كنت كنت شغالة هناك. كنت بشتغل رقاصة هناك. الأول أنا كنت عايشة مع أبويا. أمي متوفية من بعد ما ولدتني بسنتين. وكنت عايشة أنا وأبويا. أبويا راجل كبير جدا، عنده أكتر من 75 سنة. آه، تعبان قوي وملازم الفراش، يعني ما بيقومش من السرير. وتقريبا ما بيتكلمش، يعني حالته وحشة جدا. وأنا اللي بصرف عليه. الأول كنت عايشة أنا وهو، كان شغال في مصنع. وكان على قده، احنا ساكنين في مكان شعبي على قدنا قوي. كنا بعد كده. طبعا أنا مش متعلمة، يعني أنا معايا إعدادية بس. ما كانش فيه فلوس ان انا اشتغل، لان بابا اتصاب وهو في المصنع، بس مش هو ده اللي خلاه مريض، لا اتصاب. وبعد كده بدأ يشتغل اي حاجة، لان في المصنع مشوه. فبدأ يشتغل اي حاجة، فكانت داخلة على قد، فقال لي لا مش هينفع انك تكملي دراستك، فقعدت في البيت. وما قعدتش في البيت كمان من غير دراسة، بس لا كنت بنزل اشتغل، ساعات بشتغل في البيوت. كان عندي ساعتها 14 سنة و15 سنة، من اول وانا عندي 14 سنة وانا بشتغل. ساعات باشتغل في البيوت، ساعات في كوافير، ساعات في مصنع. كل حاجة اشتغلتها. كل حاجة وأي حاجة، وعمري ما عشت طفولتي. وكنت طول عمري محرومة. طول عمري ما عنديش، يعني كلمة ما عنديش دي كانت فعلا متوفرة لي أنا ومعمولة لي أنا. ما كنتش بعرف يعني ايه أجيب هدوم جديدة، ما كنتش بعرف يعني ايه اتفسح مع اصحابي، اخرج، لا خالص. كان الدخل اللي بيجي يا دوبك، لان انا كان تقريبا انا اللي بجيب الدخل. كان والدي زي ما قلت لكم اتصاب. فكان قليل الشغل قوي، اللي هو حاجة بسيطة، حد بيطلب حاجة بسيطة مثلا، هو كان بيفهم في الكهرباء شوية. بيطلب حاجة بسيطة بيروح يعملها له، لو حاجة بسيطة حاجة قوية ما بيقدرش. مع الوقت صحته تعبت جدا، وبقى له اكتر من 15 سنة قاعد في السرير. بدأت اكبر. انا برضو محرومة من كل حاجة. وانا طفلة ما كنتش حاسة قوي بكلمة حرمان. لما كبرت حسيت بيها، وحسيت ان هي كلمة قد ايه وحشة، ولا البنت ليها متطلبات والبنت ليها حياة فلا انا محتاجة ده بقى. وكده كده ابويا شبه مش معايا، يعني انا شبه عايشة مع، يعني ربنا يشفيه. شبه عايشة مع تمثال، ما بيتحركش، ما بيتكلمش، ما فيش اي حاجة. انا اللي باكله وانا اللي بشربه وانا اللي بحميه وانا اللي بلبسه. ربنا يرفع عنه يا رب. بس يعني كانت، يعني عايشة لوحدي. ودخل ضيق واكل صعب، وان انا اجيب الدواء يبقى لازم اوفر. النهارده ما نتغداش مثلا. فكانت الحياة صعبة قوي. كان ليا واحدة صاحبتي، بس طبعا انا ما بعتبرهاش صاحبتي، لان اي حد بيجر حد للغلط ما بيبقاش صاحبه. جت عرضت عليا. ايه رأيك، انا باشا، هي كانت فعلا بتشتغل في مالها ليلي وكده. قالت لي ايه رأيك وبتاع، انا كان جسمي حلو وكان شكلي حلو، يعني الى حد ما. ايه رأيك هنظبط شوية حاجات وايه رأيك تشتغلي؟ قلت لها لا طبعا انا ما اقدرش، واشتغل ازاي وكده. وكان الموضوع بالنسبة لي صعب جدا، واتخضيت ان هي قالت لي وبتاع. لان انا كنت يعني كان عمري ما عملت حاجة غلط. انا عمري حتى ما عملت علاقة، يعني ما حبيتش وزي باقي البنات ما حبيتش، وابن الجيران مثلا ما حبيتش واحد خالص. انا طول عمري هلكانة وشقيانة في الشغل وبس. فما يعني عمري ما عملت حاجة غلط. فقلت لها لا طبعا انتي بتقولي ايه، وازاي انا ما اقدرش، وازاي ابقى كده قدام الناس وارقص ازاي قدام ناس غريبة المهم يوم اتنين، اسبوع اتنين بتقنع فيا طبعا. البنات بالذات، البنت لما بتكون وحشة او اخلاقها وحشة، فبتبقى عايزة صاحبتها تبقى زيها. انا اشمعنى انا بس اللي وحشة؟ لا تعالي معايا. ده طبعا البنات اللي مش كويسة يعني. المهم أقنعتني بقى لمّا أنا شُفت عندها، رُحت ولقيت شقتها جميلة، ولقيتها معاها عربية، وطول الوقت شنطتها فيها فلوس، وطول الوقت الحياة جميلة معاها، أي حاجة بتعوزها بتنزل تشتريها. تنزل تشتري لنفسها طقم، وأنا معاها تقوم شارية لي معاها.
ايه ده، انا عايزه اعيش الاحساس ده، انا عمري ما عشته. ايه ده، هو انت عادي كده انك تخشي تشتري هدوم؟ انا عشان اشتري هدوم دي انا ممكن اقعد سنه احوش عشان اشتري مثلا جزمه او بنطلون او بلوزه. فلقيت الفرق بين حياتي وبين حياتها كبير قوي. وبعدين لقيتها دخلت لي بقى في حته، هو انت هتعملي ايه يعني؟ انت هتقعدي الساعه بتاعتك هتعملي كذا وهتمشي. الاول ما كانتش هتشغلني رقاصه، الاول كانت هتشغلني في المكان، ابقى شغاله من ضمن البنات اللي في المكان. وبالفعل وافقت. آم، واشتغلت في المكان مع البنات، اللي هو مش بعمل حاجه، بس اللي هو شغاله في كباريه. بس مش بعمل حاجه ولا برقص ولا حاجه. فانا زي ما قلت لكم كان جسمي حلو بتاع. فصاحب المحل جه قال لي بقول لك ايه، انت جسمك حلو ومناسب، وبلاش تشتغلي كده، ما تشتغلي كده رقاصه وهتاخدي فلوس كويسه. تاخدي فلوس احسن من ده بكتير جدا طبعا. يعني اداني 10 اضعاف، يعني قال لي على 10 اضعاف المرتب. بيني وبينكم طمعت، والشيطان مفيش اسهل من طريقه. قلت له خلاص ماشي، يعني ما خلاص بقى، ما انا خطيت اول خطوه ان انا اشتغلت في مكان زي ده. تاني خطوه هتبقى اسهل. يعني كانت اول خطوه صعبه، تاني خطوه اسهل، ده طبيعي يعني. وزي ما قلت لكم طريق الشيطان سهل. اشتغلت فعلا رقاصه. الفلوس كترت في ايدي جدا جدا. طبعا مع كلمة رقاصة في جنبها بقى مع الوقت، أنا بكلمكم طبعا على وقت وعلى مدة، مع الوقت في جنبها معرفة ناس، ومعرفة ناس دي يعني علاقات، يعني علاقات متكاملة. طبعا أنا نقلت بقى من المكان اللي أنا فيه، رحت مكان تاني شقة أرقى. أخدت أبويا معايا، أبويا برضو لسه مريض. أخدت أبويا معايا، جبت له ست عايشة معاه بتمرضه، شايفة طلباته، شايفة دنيته، وانا عايشة حياتي. انا طول الليل بره، برجع الصبح بنام، بصحى بالليل بروح الشغل ده. هو طبعا مش فاهم او مش مدرك انا فين ولا انا ايه. المهم مع الوقت ابويا مات. بعد شغلي ده بحوالي سنة سنة ونص ابويا مات. فبقيت عايشة لوحدي انا والشغالة، معايا فلوس كتير، معايا عربية. بعمل كل حاجة غلط ممكن تتخيلوها، من علاقات لرقص لشرب كل حاجة. كل معصية وكل خطيئة في الدنيا ربنا خلقها أنا كنت بعملها. كنت بعملها باستلذاذ واستمتاع، لمجرد ان هي تجيب لي فلوس. بصوا الحرمان وصلني لإيه. حرمان، بس طبعا ده مش مبرر، في ناس كتير محرومة بس عندها مبادئ وأخلاق. انا بقى اللي هو اندفعت بقى بغشومية بقى، دخلت جدا وحبيت الحياة دي، حبيت الحياة دي. يعني كان في ناس معانا في المجال ده كارهين اللي بيعملوه، زعلانين ان هم بيعملوا كده ومتأثرين ولا وعايزين ربنا يتوب عليهم. انا خالص ايه يا بنتي، وعايز ترجعي القرف وعايز ترجعي الهم، احنا كده في لا لا. كان في ناس يعني بتعمل ده، مش هنكر، بس زعلانين ان هم بيعملوا الغلط. انا كان الشيطان محليلي طريقي، محليلي طريقي قوي، واللي هو جوايا بيني وبين نفسي مستحيل لو الدنيا اتهدت ان انا ارجع عن الطريق ده. لا، طريق حلو ولذيذ وسهل، ما فيهوش حاجة يعني. ومش شايفة ان انا كده رخيصة، بالعكس انا شايفة ايه ده كل الرجالة بتبصلي وكل الناس بتبصلي، وانا جميلة، وانا بقيت اجيب ميك اب غالي واعمل شعري ولبس وبتاع. لا لا، ده انا جميلة جدا ومرغوبة، مش عارفة ان انا رخيصة يعني. عشت الحياة دي كتير قوي بقى، كتير. اكتر من 9 سنين عايشة بقى الحياة دي ومستمتعة باللي انا بعمله ولذيذة. بدأت ازهق، بدأت ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ هي البنات دي او الناس دي ما كانت بتتكلم زمان، هي معاهم حق ولا ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مش بدأت اراجع نفسي، بس حسيت بقرف، بملل، بزهق، برخص. بدأت احس بكلمة رخص. كل راجل او كل حد عرفته يدخل، انتي اجمل ست في الدنيا، وانتي طب يلا نتجوز. لا طبعا، انا مفيش، انا بيتي ومراتي وعيالي حتى اللي مش متجوز كمان اللي هو لا طبعا، اللي هو انا اتجوزك ازاي يعني، اللي هو انا ادخل بيكي مجتمع ازاي يعني. رصدت الاحداث ورجعت حساباتي، لقيت ايه ده، انا مفيش ولا حد دخل حياتي من الناس دي وطلب مني ان انا اكون شريكة حياته. ايه ده، قد كده انا رخيصة قوي وما ينفعش اظهر في مجتمعات مع راجل وما ينفعش اكون كده.
ما كنتش شايفة نفسي في الحتة دي، ده أنا كنت شايفة نفسي الست اللي الرجالة بتتهافت عليها. طلعوا بيتهافتوا مش أكتر من رغبة وشهوة، انتي مش أكتر من ساعات، إنما ما تتحطيش في جملة مفيدة نظيفة. المهم بدأت إيه، النهاردة مش هروح الشغل، كسلانة معرفش إيه، ماليش نفس، ماليش مزاج، مش عارفة، نفسي اتقفلت مرة واحدة، مش قادرة أروح. ولما كنت بروح على مضض أعمل الشغل بتاعي وأرجع البيت من غير ما أروح في أي حتة ولا أروح مع أي حد في أي مكان خالص، أخلص شغلي وأرجع البيت. في مرة وأنا قاعدة كده، ما كنتش رحت ساعتها بقالي يومين، فالفجر ادن عليا وأنا قاعدة، حسيت من جوايا كده ما أجرب أصلي. هو أنا أصلا بعرف أصلي؟ أنا ما صليتش مثلا بقالي بتاع 20 سنة. هو أنا أصلا بعرف أصلي؟ قلت طب قومي كده جربي، أنا ما عنديش سجادة صلاة أصلا. قلت قومي جربي. قمت جبت حاجة من عندي من الدولاب وفرشتها، خبطت على جارتي قلت لها هي القبلة ازاي؟ استغربت ان انا بسأل اصلا على القبلة. بقالي كام سنة ساكنة في المكان معرفش القبلة ازاي. خبطت على جارتي قلت لها لو سمحتي عايزة اسأل القبلة ازاي، فقالت لي كده، هي ست جميلة كده، وهي بتقول لي شاورت لي على مكان القبلة، قالت لي ربنا يهديكي، وسابتني ودخلت. ربنا يهديكي ويجعلها بداية طريق الهدى. انا مش هنسى الدعوة اللي دعتها لي. دخلت فعلا اتوضيت، حتى كنت ناسية، رحت مسكت تليفوني جبت من على النت الوضوء ازاي والصلاة ازاي والفجر كام ركعة، اللي هو نسيت ربنا ونسيت ديني ونسيت كل حاجة. ازاي كنت كل ده وانا بعمله زعلانة من نفسي؟ ازاي ان انا انسى ده كله؟ ازاي ان انسى ان في ربنا موجود؟ قمت اتوضيت وصليت. لا، مش انا ما صليتش بجسمي ابدا، في اليوم ده انا صليت بقلبي حرفيا. صليت بقلبي بكل كلمة بقولها لربنا، وبكل ركعة بركعها، وبكل دعاء بدعيه، وبكل كلمة الله أكبر بقولها. صليت بقلبي قوي. في اللحظة دي بعد ما خلصت صلاة خدت قراري لو هشحت مش هرجع تاني. وبالفعل خدت القرار ده وقلت لو هشحت بس يا رب سامحني ان انا الفلوس اللي معايا انا مش هقدر ارجع للبداية تاني، بس هحاول اطلع لله، احلل شوية الفلوس الحرام دي. بالفعل بدأت أطلع لله. لقيت نفسي عايزة أحط حاجة على شعري وأنا نازلة، الكلام ده مع الوقت. لقيت نفسي لأ، عايزة ألبس واسع شوية. لقيت معرفش مين على السوشيال ميديا بيقول إيه ده، في درس دين في المكان الفلاني. ألاقي نفسي دورت العربية ورحت. أنا كل ده خلاص أنا بلغتهم في الشغل إن أنا عايزة أجازة. بعد الأجازة بدأت أمشي في المشوار ده، بلغتهم إن أنا مش هاجي تاني، هتخسري وانتي ومش هترجعي تاني وبتاع. قلت لهم يا ريت ما ترجعونيش تاني، لو جيت اتحايل عليكم اوعوا تعملوها. بدأت اروح دروس دين، بدأت ما افوتش فرض، بستنى الأذان، بستنى الأذان. صليت وقربت من ربنا قوي، ما كنتش عايزة جنس راجل في حياتي. قرفت منهم قرف الدنيا، وقرفت من الدنيا نفسها، لدرجة ان احساسي كله ان عايزة اموت، عايزة اروح عند ربنا. بدأت لأ، اللبس ده برضو مش هو ده اللي ربنا أمرني بيه، لأ، أنا عايزة ألبس النقاب. بالفعل لبست النقاب. بلبسي للنقاب مع طول الوقت بخرج لله، والله ما فيش جنيه كنت بخرجه غير لما بيرجع لي تاني، في حين ان انا ما بشتغلش. كنت بخرج لله، كنت بصوم، كنت بزكي، كنت تقريبا اتكفلت بكام طفل يتيم. ما بفوتش فرض. طول الوقت صايمة بعوض، أنا ما كنتش ولا بصوم ولا بصلي، بعوض اللي فاتني من عمري. عايزة أقول لكم كنت بنام مرتاحة. أنا زمان السنين اللي فاتت كنت بنام بحس إن في تحتي شوك، أنا مش فاهماه الشوك ده بتاع إيه. دلوقتي بنام مرتاحة. حفظت كام جزء من القرآن. قربت من ربنا بشكل اللي هو بشكل اندفاعي جميل، اللي هو ربنا خدني في حضنه حرفيا. قد ايه انا سعيدة، وقد ايه
انا مبسوطة قوي، وقد ايه ان ربنا فوقني بعد سنين كتير، بس التوبة دي طلعت جميلة، والتقرب من ربنا طلع قد ايه حلو، والحياة التانية دي قد ايه رخيصة وقد ايه سهلة وقد ايه وحشة. قد ايه دلوقتي انا بشوف كل حتة في جسمي غالية، ان حد محدش حتى يشوفها مش يلمسها. باحس إن أنا لمّا باقلع النقاب لمّا بارجع بيتي وأنا لوحدي، لأ عايزة ألبسه تاني وأنا لوحدي. بقت نَفْسي حتى غالية عليّا أنا شخصيًا، من كتر ما أنا زمان كنت رخيصة أوي ونَفْسي كانت رخيصة أوي. شُفت الدنيا بشكل تاني والحياة بشكل تاني، وعرفت إن الدنيا دي ما لهاش أي لازمة. إزاي البني آدم يعيش من غير ما يكون ربنا جوّاه؟ أنا ما كانش ربنا جوايا، أنا ما كانش في حاجة اسمها ربنا، استغفر الله العظيم، إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. أنا ما كانش ربنا جوايا. ربنا هداني الهدى القوي قوي ده، مش عارفة ازاي. والحمد لله يا رب، الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لك يا رب إن رجعتني عن الطريق ده. ومش عايزة أي حاجة من الدنيا، حتى الأطفال، إن أنا أتجوز وأخلف أجيب أطفال، أنا مش عايزة ده. أنا كفاية عليا اللي أنا متكفلة بيهم وبرعاهم وبروح لهم كل يوم، مالين عليا حياتي. أنا مش عايزة أي رجالة في حياتي، أنا عايزة أكرس باقي حياتي للعبادة والربنا وبس. مش عايزة أي حاجة غير إن أنا أكون قريبة من ربنا، مش عايزة أقرب من حد تاني غيره. وربنا كفيني بالأطفال اللي أنا متبنياها، وكفيني بالخير اللي أنا بعمله، ونفسي بس يقدرني إن أنا أكمل الخير ده لحد آخر يوم في عمري. وهعيش واموت وانا ممتنة لربنا انه خدني في حضنه بعد كل المعاصي وبعد كل الخطايا وبعد كل حاجة وحشة عملتها. فعلا ربنا غفور رحيم، فعلا ملناش غيره في النهاية. الحمد لله، ألف حمد وألف شكر يا رب إن أنا جيت لك في الطريق ده وفي الوقت ده.